بسم الله. نبداو على بركه الله في تحضير هذه الوصفه. كنحتاجو 300 غرام من البسكويت يكون مطحون. عندي ملعقه كبيره ونصف من الزبده قمت باذابتها اي 80 غرام. انا استعملت هذا النوع ديال البسكويت، يمكن لكم تستعملوا اي نوع متوفر عندكم. نبداو على بركه الله في تحضير هذه الوصفه. كناخذ اناء وكنوضع فيه البسكويت، وهنايا بعد ما ضغطت على البسكويت بهذه الطريقه هذه بالملعقه كندوزو للطبقه الثانيه. انا هنايا غادي نخليها مده 10 دقائق في الثلاجه. بالنسبه للطبقه الثانيه عندي 300 ملل من الكريمه السائله، عندي 200 غرام من الجبن، عندي ملعقه كبيره من الكاكاو المر. نبداو على بركه الله. كناخذ اناء كنفرغ فيه الكريمه لازم تكون بارده، وغادي نضيف عليه الجبن، اضيف الكاكاو، ثم انا هنايا غادي نخفق الكل جيدا. انا هنايا بعد ما خفقت الكل جيدا فانا غادي نفرغ الخليط على الطبقه الاولى. انا هنايا بعد ما خرجتها من الثلاجه غادي نحيد الاطار. كتاخذوا موس وكتحيدوه بالجوانب بشويه، وهنايا عندي بالنسبه للتزيين عندي كرات تاع الشوكولا، وهنايا اللوز ايفيلي بهذه الطريقه هذه. انا هنا كناخذ كرات نتاع الشوكولا، والتزيين كيبقى اختياري. انا هنايا قمت باذابه القليل من الشوكولا البيضاء، وغادي نوضع خطوط، والتزيين كما سبق لي وقلت لكم كيبقى اختياري. صافي. وكان هذا هو الشكل النهائي نتاع كيك بدون فرن، رائع وسهل التحضير. غادي نوريكم الشكل ديالو من الداخل. وكان هذا هو شكلها من الداخل، كتجي رائعه. فإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.